قال أمير المؤمنين لخالد: كذبت، أنت ما تتمكن تقتلني، لا أم لك. لا أم لك يعني ما عندك تربية، ما عندك تربية. من يفعله فالواحد اللي يقتلني أضيق حلقة است منك. الاست في اللغة العربية الفصحى يعني الطيس. أمير المؤمنين يستعمل كلمة الطيس في مسجد رسول الله بمناسبة صلاة الفجر والناس مجتمعون، نعم، لأن يريد يبين واقع قبيح، لازم يختار إلي كلمة قبيحة. وتفصيل الجملة هكذا: أمير المؤمنين يريد يقول لي يا منيوك، ابن ملجم اللي يقتلني هم منيوك مثلك، أما المرات اللي الناس كانوا ينيشوا بيها كانت أقل بالنسبة لك. فهذا المطاط اللي حول دبرك أصلا هذا بعد مو مطاط من كثرة ما ناتشوك، أما ابن ملجم لا، ناتشو بس قليل قليل، ذاك يقتلني. أما أنت لا، أنت ما تتمكن، أنت روح شوف علاج لطيزك حتى لا تضرب ورطة منكرة في مجلس رسول الله. أما ابن ملجم لم يسجل التاريخ عليه ورطة، لا في مسجد رسول الله ولا في مسجد الكوفة ولا في المسجد الحرام ولا في أي مسجد آخر. فقال أمير المؤمنين لخالد: كذبت، لا أم لك، من يفعله أضيق حلقة است منه. أنت لا، أنت ما تتمكن، أنت روح شوف علاج لطيزك حتى لا تضرب ورطة منكرة في جملة هكذا. أمير المؤمنين يريد يقول لي يا منيوك، ابن ملجم اللي يقتلني هم منيوك مثلك، أما المرات اللي الناس كانوا ينيشوا بيها كانت أقل بالنسبة لك. فهذا المطاط اللي حول دبرك أصلا هذا بعد مو مطاط من كثرة ما ناتشوك، أما ابن ملجم لا، ناتشو بس قليل قليل، ذاك يقتلني. أما أنت لا، أنت ما تتمكن، أنت روح شوف علاج لطيزك. ضحك معاوية يقول لعمرو بن العاص: أنا ما أشوفك إلا وأضحك. ليش؟ قال: بماذا؟ قال: أذكر يوم حمل عليك أبو تراب في صفين فأزريت نفسك فرقا من شبا سنانه، يعني من حد سنانه، وكشفت سوءتك له. فأنا أتذكر كل ما أشوفك يا عمرو بن العاص أضحك، أقول شلون هذا أبو تراب ايش سوى بك؟ فقال عمرو: أنا منك أشد ضحكا، إني لأذكر يوم دعاك إلى البراز فانتفخ سحرك صدرك
وربى لسانك، قمت ترجف من شدة الرجف، لسانك التصق بسقف حلقك، وربى لسانك في فمك، وغصصت بريقك، وارتعدت فرائصك، وبدا منك ما أكره. تدري يعني شنو؟ أقول على المنبر لو ما أقول؟ لا أقول أحسن. أخرج ريحا من شدة الخوف. أنت ما تتمكن، أنت روح شوف علاج لطيزك.